السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ ايه اخباركم؟ معاكم دكتور همام محمد. ان شاء الله كده مع بعضينا هنشوف العملي ان شاء الله اللي نزل واحدة واحدة كده لبريب 2. تمام، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة زي ما احنا عارفين العملي موضوع بسيط جدا ودرجاته مضمونة. اهم حاجة اللي احنا نركز نكتب بس الحاجات اللي تبع التجربة مظبوط. ما ننساش نكتب اسمنا، نسمي الله كده طبعا قبل كل حاجة. بس الموضوع بسيط جدا في العملي. اول حاجه ممكن يجي لك رسمه من الرسومات ديت او شكل من الاشكال دي. يعني يجي لك الشكل ده مثلا، يقول لك ده اسمه ايه؟ بيقول لك ايدنتيفاي عرفولي يعني مين. تقول لي ده تانينج فورك الشوكه الرنانه. يجي لك ده تقول لي ده سبرينج. يجي لك مثلا الشكل البندوليوم ده البندلوم، تقول لي ده سيمبل بندلوم. يجي لك ازاز فاضي كده تقول لي ده جلاس جار. طيب ممكن يجيب لي برضو حاجه identify the following device then write their name and function، اللي هو الاهميه. يعني هتقول لي اسم الحاجه دي ايه وفايدتها ايه. يعني مثلا يجيب لي الشكل ده تقول لي ده الفلاور. طب فايدتها الفانكشن هي sexual reproduction implant، هي المسؤوله عن عمليه التكاثر الجنسي. وركزوا ان هو قال sexual، لو كان زود لي كلمه غلط طبعا. قلنا sexual بس عشان دي ممكن تيجي في صح وغلط بعد كده يعني. طيب ممكن الجهاز ده ايه دوت؟ ده اسمه سافارت ويل، اللي هي الزجاجه ديت. سوري انا اسف، الزجاجه دي ده جلاس بريزم، التريانجولار جلاس بريزم او جلاس بريزم. طب ده فايدته ايه؟ ده بيعمل سيبريت، بيفصل ويقسم الوايت لايت انتو 7 سبيكترم كلر. عارفينه كويس جدا، بيدخل فيه الضوء الابيض يتحول 7 الوان اللي هي الرينبو. طيب ده بقى الجهاز دوت اللي هو السافارت ويل، عجله سافار زي ما احنا عارفين. سافارت ويل بيستخدم في الفانكشن determine the frequency of unknown tone، بيحدد الفريكونسي بتاعت الانون تون. طيب هنا ده هي مش باينه قوي، ده اللي هو الكفر اللي بيتحط على التويلت. بيبقى فيه في التويلت كده زي كفرات بلاستيك كده بتتحط، ودي بتمنع طبعا البكتيريا والميكروب. ده بنسميه healthy toilet seat cover. healthy toilet seat cover، الكفر اللي بيتحط على التويلت، على المقعد التويلت سيت، ده بيبقى حاجه صحيه بتترمي بعد كل يعني من كل واحد. طب دي فايدتها ايه؟ دي avoid infection by some skin and genital disease. يعني ممكن نقول avoid infection of genital disease، بتمنع امراض تناسليه الجينيتال ديزيز. طيب مديني هنا بعد كده identify the shown flower then write the sex of the each flower and its inner wall. طيب اول حاجه مديني الجزء اللي في النص ده اللي هو فاكرينه، اللي انا كنت بقول لكم عامل القله ديت. طبعا مش قله ولا حاجه، اللي هي الجاينيسيوم اللي هو الكاربل. طب ده اول ما تيجي ديت كده اعرف ان ده فيميل فلاور. طب الجزء الداخلي الانر الجاينيسيوم او الكاربل، الاثنين صح. طب هنا بقى لا، ده ثانيه يا مستر، ده في اللي في النص اللي هو القله دي، وفي كمان الميل الاثنين. فده اسمه باي سيكشوال فلاور او هيرمافرودايت فلاور او تيبيكال فلاور. بس طبعا احسن طالما بيسالني على السكس النوع بتاعها هقول باي سيكشوال او هيرمافرودايت. طب الانر هقول الجاينيسيوم. طب حد يقول لي طب ليه يا مستر ما اقولش اندروسيوم؟ هو بيقول لي الانر الداخلي اكتر حاجه جوه. هو كده كده في اندروسيوم وجاينيسيوم، بس اكتر حاجه جوه هي الجاينيسيوم. طب ده بقى ايه ده يا مستر؟ ده مفيش القله اللي في النص ولكن في دولت، فده الميل فلاور بقى، وده الاندروسيوم. الانر الداخلي هو الاندروسيوم فقط. طيب classify the shown flower part into their whorls and mention name and structure of their leaf. يعني هو بيقول لي الليفز بتاعتها ديت اسمها ايه، او الاجزاء دي اسمها ايه. هنا ده طبعا الجاينيسيوم، الليفز بتاعته اللي هو بيتكون من اسمه التاني يعني كاربل، والستراكشر ستيجما وستايل واوفري. طبعا الجزء دوت اللي هو الاوفري، والجزء ده اللي هو الستايل، والجزء ده الستيجما. فبنقول كده ستيجما ستايل اوفري. مهم قوي الرسومات دي حتى سوا، مش في العملي كمان، ده في النظري كمان. طب دي بقى اللي هي كنا بنقول عامله زي خيط طالع منها بالونتين، اندريسيوم. طب دي اسمها ستيمن. طب بتتكون من فيلامنت وانثر. طيب ديت الكرولا، ودي اللون بتاعها بيتلز. كرولا اللي هو البيتلز، colored scented leaf. طيب اللي تحت ده اللي هو اللون الاخضر ده الكيلكس، وده السيبل، وده جرين ليفز. جرين ليفز اللي هي السيبل يعني. نيجي بقى في الجزء الثاني، ده جزء الاكسبيرمنتس، التجارب. بيديك التجربه وانت بتكتب حاجه اسمها الاوبزرفيشن، الملاحظه.
والاستنتاج الكونكلوجن، ده اللي انت بتحفظه. يعني مثلا التجربه الاولانيه what is your observation and your conclusion of the following experiments، التجربه ديت، وقال لي الرول اوف ويف ان ترانسفير انرجي. فاكرين لما كنت بشرح لكم حتى في سواء في الشرح او في المراجعه، لما كنا بنقول اللي احنا نجيب الدومينو ونحطها جنب بعض كده، ولو واحده وقعت الطاقه تتنقل من الاولى للثانيه للثالثه للرابعه كلهم يقعوا. يبقى الاوبزرفيشن ايه بقى؟ الملاحظه اللي انا لاحظتها انا دي الاوبزرفيشن، هكتب كده البيسز اوف دومينو fall on after the other، يعني كل واحده بتقع على الثانيه as well as. ليه بقى؟ ليه؟ because I'm sorry and they don't change their position after falling، يعني هي مجرد وقعت في مكانها. يعني ايه؟ يعني هي كده، فلما وقعت برضو لسه في مكانها. تمام؟ طيب الكونكلوجن، عرفنا ان البوشنج ذا فيرست بيس اوف دومينو، لما انا ببوش بخبط اول واحده create disturbance، بتعمل اضطراب او اللي هو طاقه that propagate and transfer energy، اللي بتتنقل الطاقه دي in the direction of propagation، حسب الاتجاه اللي انا زقيته بيها. انا زقيت دي هيبقى تقع كده، لو انا كنت زقيت دي هتبقى تقع كده حسب الدايركشن، وده اسمه and this known as wave. ماشي، يبقى انا هكتب الاوبزرفيشن احفظها والكونكلوجن. طيب تاني حاجه، ايه تاثير الامبليتيود على الساوند انتنستي؟ هو يقول لك اسم التجربه كده، قول لي ايه تاثير الافكت اوف امبليتيود على الساوند انتنستي، قوه الصوت. راح هنا جايب لي، جاب مسطره، صوره كده مسطره، وحد ده ماسك المسطره على طرف الترابيزه، وباقي المسطره بره الترابيزه ماشي على الهواء كده، يعني انا كاني مثبتها بس الطرف بتاعها. الاوبزرفيشن ايه بقى؟ لاحظت ان انا كل ما بضرب المسطره الرولر ديت من الناحيه اللي هي على الهواء بتعمل صوت، وكل ما اضربها اقوى اللي هو الامبليتيود بيعلى، الارتفاع بتاعها والنزول يعلى، كل ما الصوت يبقى اقوى. يبقى لاحظت ان الانتنسيتي اوف ساوند ديكريز از تايم باسز، كل ما الوقت بيمر كل ما الامبليتيود الاهتزاز بيقل، يعني فبالتالي الصوت يقل. اول ما ضربتها تعمل صوت قوي، بعدين تقل. يبقى ده الاوبزرفيشن، الانتنسيتي اوف ساوند ديكريز از تايم باسز. طب الكونكلوجن بقى، ان الساوند انتنسيتي دايركتلي بروبورشنال تو ذا سكوير اوف ذا امبليتيود، يعني الساوند انتنسيتي دايركت، احنا كنا كده قايلينه، هو الساوند انتنسيتي دايركت مع كله ما عدا مين؟ ما عدا الديستانس اللي هو انفيرس، حتى عملنا قانون اسمه انفيرس سكوير لو. المهم يعني عشان ما لخبطكوش دلوقتي، يبقى الساوند انتنسيتي دايركتلي بروبورشنال مع سكوير اوف ذا امبليتيود. تمام. ممكن اقول اوف ذا فايبريشن اوف ساوند سورس، وممكن اقف لحد دي الامبليتيود اوف ذا ساوند سورس. اللي بعد كده بيتكلم عن اللايت انتنسيتي، تاثير المسافه على اللايت انتنسيتي. المسافه، كل ما المسافه بتزيد طبعا كل ما قوه الضوء بتقل. يبقى الاوبزرفيشن اللايت انتنسيتي of the light spot الكشاف او النور formed on the wall decrease، بيقل كل ما الديستانس increase، يعني كل ما المسافه هو بيبعد كل ما بيبعد كل ما قوه الضوء اللي بتتكون بتقل. تمام. عارفين ان العلاقه بينهم علاقه انفيرس، فكل ما المسافه بتزيد فاهمين كل ما قوه الضوء بتقل، طبيعي جدا. يبقى light intensity of the light spot formed on the wall decrease as the distance increase، علاقه بينهم علاقه انفيرس اصلا. طب الكونكلوجن بقى، انا بحفظ الاوبزرفيشن والكونكلوجن، هقول له كده ان الكوانتيتي دي اسمها كوانتيتي، كميه اللايت، يعني quantity of light falling perpendicular to a unit area of the surface in 1 second، دي اسمها light intensity. كأني بكتب تعريف اللايت انتنسيتي، ركزوا ده اللايت انتنسيتي مش الساوند، لان في ناس بتلخبط فيه. هكتب ان الكوانتيتي اوف لايت falling perpendicular to a unit area of the surface in 1 second اسمها اللايت انتنسيتي. اخر حاجه نتكلم على الجيرمينيشن، وركزوا ان الجيرمينيشن مهمه في العملي والنظري. عمليه الجيرمينيشن، فاكرين اللي احنا كنا بنسميها الانبات، لما البولينج جرين تنبت تطلع كده كانها بتطلع بولين تيوب. يبقى الاوبزرفيشن، انا لاحظت ايه لما حصلت جيرمينيشن انبات؟ هقول له كده، لاحظت ان اتش بولينج جرين، كل بولينج جرين ان شوجري سوليوشن، اللي متوقع على الشوجري سوليوشن بتاع الاستجما طبعا، انا هكتب كده اهو عشان بس ما حدش يتلخبط، اتش بولينج جرين ان شوجري سوليوشن جيرمينيت باي فورميشن اوف بولين تيوب، عن طريق ان هي بتكون بولين تيوب اللي هي الانبوبه دي. كونتين كام بقى النيوكليوس؟ فيها 2 ميل نيوكلياي، فيها 2 ميل نيوكلياي and 1 تيوب نيوكليوس، وفيها واحده تيوب نيوكليوس اللي بتحفر، يعني هي فيها 2 ميل نيوكلياي همت، وفي لو ركزت واحده كده هي اللي بتقعد تحفر وتكمل، يبقى 2 ميل نيوكلياي and 1 تيوب نيوكليوس. but the placed in the drop of water doesn't germinate.
طب لو حطيتها في قطع في نقطه ميه، لا مش هيحصل لها جيرمينيت. لازم البولينج جرين تبقى محطوطه في الشوجر سوليوشن. يبقى انا لو جبت البولينج جرين في شوجر سوليوشن هيحصل لها جيرمينيت. طب لو جبتها في ميه doesn't germinate. طب الكونكلوجن انا فهمت ايه؟ ان البولينج جرين جيرمينيت forming pollen tube امتى؟ when suitable nutritive medium is available. يعني ايه مستر كلمه suitable nutritive medium؟ يعني وسط غذائي مناسب. وسط غذائي مناسب اللي هو قصده الشوجر سوليوشن، يعني such as sugar solution diluted sugar solution مخفف. يعني انا اقول sugar solution بس. يبقى تاني، يبقى البولينج جرين بيحصل لها جيرمينيت امتى وتكون بولينج تيوب امتى؟ لما تقع على when suitable nutritive medium is available، يبقى متاح موجود يعني. ماشي يا دكاتره، ده كده العملي اصلا. موضوع بسيط جدا وهيبقى سهل على فكره. معظم الناس يعني معظم اصلا العملي هيبقى رسومات، هتكتب بس الاسم بتاعها بس. احنا برضو بنحفظ دولت على فكره. الحاجات دي بتفيدنا في النظري كمان يا جماعه، فعادي نعرفها ونأكد عليها ومفيش مشكله. ده هم صفحتين ودرجات العمل باذن الرحمن تبقى مضمونه معاك. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله يا حبايبي. شكرا لكم. لو في اي حاجه صعبه تكلموني في اي وقت.